بتبدأ أحداث فيلمنا مع بوينج وهي راكبة الأتوبيس ورايحة قصر الجدة وانج علشان تخدمها لأنها كبيرة في السن وعايشة لوحدها، وبنت أختها سيشا بتكلم بوينج وبتقول لها تغير اسمها لأيونج، وبتقول لها كمان تدور على خاتم ألماظ في القصر قيمته أكتر من 30 مليون دولار، وإنها لو لقته هتسقط عنها كل ديونها. وبعد ما بتوصل بتنزل من الأتوبيس وبتاخد شنطتها اللي مخبية فيها بنتها الصغيرة، وفي طريقها للقصر بتلاقي الناس ملمومة على جثة كانت غرقانة في البحيرة، وراجل بيقول إن المكان ده مش للأغراب وإن دي مش أول واحدة تموت فيها. وبعد ما بوينج بتوصل وبتقابل الجدة وانج وسيشا بتسألها جبتي معاكي أي أطفال، لكن بوينج بتقول لها لأ طبعا، وما قالتش لها إنها مخبية بنتها في الشنطة لأن الجدة وانج بتكره الأطفال جدا. وبعدها بتوريها البيت وبتقول لها تعمل إيه، وبتاخد بالها من أقفال أوضة النوم، فبتقول لها إن عمتها وانج بتمشي بالليل وتصرفاتها غريبة وبتوصيها تاخد بالها منها. وبعدها بتقول لها إنها هتعدي عليها كل يوم سبت، وبتوصيها لو عمتها وانج افتكرت أي حاجة تتصل عليها بسرعة، وبتمشي وتسيبها. وبوينج بعدها بتروح علشان تطلع بنتها داجونج من الشنطة، فمش بتلاقيها وبتتخض، لكن داجونج بتكون بتلعب وبتيجي تحضنها فبتطمن عليها. وبعدها بيرتبوا الأوضة سوا، وكان واضح إن داجونج بتتعالج من مرض فرط الحركة. وبعدها بيونج بتوصي بنتها داجونج إنها تستخبى لو شافت أي حد، ولازم محدش يعرف إنها جت مع مامتها البيت ده علشان ما ياخدوهاش منها. وبعدها بيونج بتروح تغسل للجدة وانج رجليها وبتحاول تجرجرها في الكلام علشان تعرف مكان خاتم الألماظ، لكن ما بتعرفش حاجة. وبعدها الجدة وانج بتسأل بوينج لو جابت معاها حد ولا لأ، لكن بوينج بتقول لها لأ، فبتطلع تدور في البيت كله، وبوينج بتخاف لا تشوف ده جونج ولا حاجة، ولكن بتوديها الأوضة مقفولة وبتقول لها تنظفها. وبعدها بوينج بتقعد تنظف وبتلاقي ده جونج مستخبية ورا الستارة وبتشخبط على الحيطة، وما بتركز في الرسمة بتلاقيها رسمة صورة تخوف. وبعدها داجونج بتطلع تجري في البيت وبوينج بتروح وراها، لكن التليفون بيرن فبتروح ترد عليه، وبتطلع سيشا وبتقول لها شوية تعليمات، وبتاخد بالها ان داجونج طلعت برا البيت. وهنا بوينج بيتهيأ لها ان داجونج وقعت في البحيرة، فبترمي التليفون وبتطلع تجري بسرعة ناحية البحيرة. ولما بتوصل بتتخض عليها، لكن بتلاقيها وراها فبتقول لها ما تطلعش من البيت تاني، وبتاخدها وبيدخلوا جوه البيت. وبعد ما بيدخلوا بيونج بتنوم الجدة وانج وبتروح علشان تحمي داجونج، وبتسمع صوت تخبيط الباب وهي في الحمام، فبتروح علشان تشوف مين، وبتلاقيها بنت صغيرة وبتقول لها انها عاوزة تلعب مع بنتها. فبوينج بتقول لها ان مفيش في البيت حد غيرها هي والجدة وانج، ولكن البنت بتقول لها انها كدابة وان من مصلحتها ما تشتغلش في البيت ده. وهنا حد بيكتشف وجود داجونج وبياخدها يحميها. وفي الوقت ده بوينج بتسأل البنت تقصد ايه، لكن البنت بتقول لها انها سادس شخص يجي يشتغل في البيت ده. وهنا بوينج بتسمع صوت جاي من البيت، فبتدخل تشوف فيه ايه وما بتلاقيش داجونج في الحمام، والمية مغرقة الحمام كله. وبوينج بتدور عليها فبتلاقي الجدة وانج مطلعة ايديها من تحت الباب، وبعد ما بتفتح لها الباب بتمسك فيها وبتقول لها انت اللي قتلتيهم، وبتزقها على الارض، وبوينج بتفقد وعيها. وبوينج بعد ما بتفوق بتقعد تدور على داجونج في كل مكان في البيت، وبعد لف كتير عليها بتسمع صوت مزيكا من اوضة في اخر الطرقة، فبتروح وبتلاقي الجدة وانج شايلة داجونج على رجليها وبتطمنها. فبوينج بتروح وبتاخد داجونج منها وبتقول لها عملت فيها ايه، وبتلاقيها عامله لها عقد ولفاه حوالين رقبتها. فالجدة وانج بتقول لها انها هتاخد داجونج وبيلعبوا استغماية مع بعض. فبوينج بتقول لها اوعديني انك مش هتقولي لبنت اختك عليها لما تيجي. وبوينج بتسيبهم يلعبوا استغماية وبتروح تدور على الخاتم الالماس في كل مكان، لكن مش بتلاقي غير شوية اعمال الجدة وانج كانت عاملاهم. وداجونج بتروح تستخبى تحت السرير، فبتلاقي دبدوبة عند الدولاب، واول ما بتروح وتاخده حاجة بتيجي تزقها لجوه الدولاب وبتصرخ على اخرها. فبوينج والجدة وانج بيروحوا بسرعة علشان يشوفوها، والجدة وانج بتطمنها. وتاني يوم بوينج بتصحي داجونج وبتقول لها انه يوم مهم علشان سينشيا هتيجي، وبتشوف عربيتها جاية من بعيد، فبتقول لداجونج تستخبى وما تطلعش غير لما هي اللي تقول لها تطلع. وبوينج بتطلع تقابل سينشيا، فبتلاقي واحدة من سكان القرية وبتقول لها تمشي من البيت ده. وبعد ما بيدخلوا سينشيا بتسألها على عمتها وهل قالت اي حاجة ولا لا، فبوينج بتقول لها لا. وبعدها داجونج بتطلع صوت، فبوينج بتعمل حجة علشان تروح تشوفها وبتحاول تبعدها قبل ما حد يجي ويشوفها. فبعدها الجدة وانج وسينشيا بيجوا وبتقول لها بنتي فين، لكن بوينج بتعمل نفسها مش عارفة حاجة. وسينشيا بتقول لبوينج ايه اللي بيحصل، فبوينج بتقول لها ان ده التعب اللي مأثر عليها. وسينشيا بتقول لبوينج ان اكتر حاجة بتكرهها هي الكذب. وبعد ما سينشيا بتمشي بوينج بتنده على داجونج وبتطمن عليها وبتقول لها ان لو حد شافها هيفرقوهم عن بعض. وبعدها بوينج بتكمل تدوير على الخاتم الألماظ وبتسمع صوت بره، فبتلاقي قلم
قلم واقع من السلم، وأما بتطلع بتلاقي الإزاز مكتوب عليه كلمة سارقة. وبتلاقي الجدة وانج قاعدة تلعب مع داجونج وبتعلمها حاجات غريبة، فبوينج بتزعق لها جامد، لكن الجدة وانج بتقول لها مالكيش دعوة بالبنت وانتي ما تصلحيش تكوني وبوينج بتزعل علشان بنتها. وبوينج اما بتروح تنام السقف بينقط عليها مية، فبتتقلب على السرير ومش بتلاقي داجونج جنبها، فبتقوم تدور عليها في البيت لغاية ما بتوصل لأوضة الجدة وانج وبتتخيلها واقفة على السقف، وبعدها بتهجم عليها، لكن كل ده بيطلع حلم، وبتقوم مفزوعة منه، وبعدها بتطمن على داجونج وبتقوم علشان تغسل وشها. وبوينج لما بتغسل وشها بتتخيل شعر واحدة نازل عليها من السقف، لكن ما بيكونش فيه حاجة، وبتبدأ تسمع أصوات غريبة في البيت. وبوينج بتفضل تمشي ورا الصوت لغاية ما بتروح لشباك الجدة وانج من بره، وبتطلع التليفون علشان تصورها، وبتلاقيها بتوصي داجونج وبتقول لها ما تسمعش كلام أمها، وبعد كده بتقفشها عند الشباك وبتزعق لها وبتقفل الشباك في وشها. وبعدها بوينج بتروح تديها الدواء، فبتكلمها بالصيني وبتزقها، وبعد كده بتعورها في ايديها، وبوينج بتحاول تمسكها، فداجونج بتيجي وبتزق بوينج وبتقف جنب الجدة وانج. وبعد ما الجدة وانج بتنام بوينج بتطلع تدور على داجونج وبتقول لها انها عاوزة تتكلم معاها، وبتفضل تدور عليها بره القصر لغاية ما بتوصل للغابة بره، وبتقابل البنت اللي كانت قابلتها قبل كده، فبتقول لها ان الجدة وانج فقدت بنتها، فعلشان كده اي طفلة بتشوفها بتقول عليها بنتها، وان الكلام الصيني اللي بتقوله معناه انها لازم تاخد بالها. وقبل ما بتمشي بتكتب لها كلمة شوينج على التراب، وبعدها بتجري. وبوينج بتلاقي نفس الكلمة على كرتونة جوه القصر، وبعد ما بتفتحها بتلاقي جرايد قديمة مكتوب فيها ان الجدة وانج فقدت عقلها بعد ما بنتها ماتت. وبوينج بتحاول ترن على سينشيا لكن ما بتلاقيش شبكة، فبتطلع الغابة علشان تدور على شبكة، وبتقابل جيرانها فبيسألوها بتعملي ايه هنا، فبتقول لهم انها بتدور على شبكة، وبتسألهم بتعملوا ايه، فبيقولوا لها انهم بيهدوا الارواح الشريرة من البحيرة علشان ما تنتقمش منهم. وبعدها بيدوها تعويذة علشان تحمي نفسها، وبيحذروها من الارواح الشريرة اللي في قصر الجدة وانج. وبعدها بيطلعوا اللي بيصطادوه من البحيرة، وبيطلع شعر الواحدة غير اللي ماتت فيها من اسبوع. وبعد ما بتمشي بتكلم سانشيا وبتقول لها ان الجدة ممسوسة، وانها ما قالتش لها من الاول ليه، لكن سانشيا مش بتهتم وبتقول لها انت ازاي تطلعي وتسيبي البيت في الوقت ده. فبوينج بتفتكر انها كانت بتدور على داجونج وبتدخل جري علشان تشوفها، تفضل تدور عليها لغاية ما بتلاقيها نايمة في اوضة الجدة وانج، وبتقول لها انها قالت لها قبل كده ما تدخلش الاوضة دي. فبعدها بتلاقيها خايفة وبترتعش، وبتبص ناحية الشباك وبتسألها مالك، لكن مش بترد عليها. وبعدها بتلمح حد نازل في البحيرة، فبتقول لداجونج تستخبى في الدولاب وما تطلعش الا لما تقول لها، وبتروح بسرعة وبتلاقي الجدة وانج غرقانة في البحيرة وبتطلعها، فبتلمح سيشيا جاية بعربيتها من بعيد، فبسرعة بتشيل الجدة وانج وبتوديها لسريرها وبتغطيها اكنها نايمة. وفجأة بتلاقي سيشيا في وشها على الباب، فبتقول لها ان الجدة وانج نطت في البحيرة وانها ما صدقت تنام وتهدى، لكن سيشيا بتصمم انها تخش الأوضة وبتشك في بوينج وانها بتكذب عليها. وطبعا بوينج كانت متوترة لان بنتها مستخبية في الدولاب، ولكن في الاخر سيشيا بتمشي وبتقول لها تاخد بالها من عمتها. وبعد ما سيشيا بتمشي بوينج بتروح تفتح الدولاب، لكن بتتفاجئ ان الدولاب فاضي وداجونج مش موجودة، فبوينج بتقعد تدور عليها في كل مكان لغاية ما بتطلع أوضة الحاجات القديمة وبتلاقي سيشيا فيها وطلعت ممشتش. وسيشيا بتشوف الرسمة اللي ورا الستارة وبتسأل بوينج مين اللي رسم الرسمة دي، لكن بوينج بتخاف وبتقول لها انها جابت بنتها معاها وان هي اللي رسمت الرسمة دي، وبتترجاها تدور عليها معاها. لكن سيشيا بتقول لها ان كل اللي اشتغلوا قبلها قالوا انهم شافوا بنت صغيرة في البيت وانها بتخرف ومش بنتها ولا حاجة. وبعدها سيشيا بتقول لها تستقيل، لكن بوينج بتقول لها انها هتدور على بنتها وعلى الكنز. فهنا سيشيا بتشدها من شعرها وبتقول لها امشي من هنا يا مجنونة. فبوينج بتيجي من ظهرها وبتضربها بالفازة على راسها. وبعدها بوينج بتكمل تدوير على داجونج لغاية ما بتتخيل بيها وهي بتجري بره البيت، فبتنزل تدور عليها في الغابة لغاية ما بتوصل للبحيرة، وبتتخيل انها جوه البحيرة، فبتنزل المية لغاية ما فجأة بتتخيل ان حد بيشدها وانها هتغرق خلاص. وبتفوق على صوت جارتها وهي بتصحيها وبتقول لها فوقي من اللي انت فيه. وبعدها بتاخدها لبيتها، فبوينج بتقول لها انها لازم تلاقي بنتها، فالست بتقول لها انها كانت جت هنا لوحدها وما كانش معاها حد، لكن بوينج بتقول لها انها كانت مخبياها، فالست بتقول لها انها كده ممسوسة، وبتحكي لها قصة ابنها اللي كان قريب من الجدة وانج واللي ادته عقد زي اللي معاها وكان بيقول نفس كلامها وفي الاخر غرق في البحيرة. وبتقول لها ان البحيرة فيها شيطان وهو اللي بيسحب الناس علشان يغرقهم فيها، ومن ساعتها وهي مالية بيتها تعاويذ. وبعدها بوينج بتكمل تدوير على داجونج لغاية ما بتقابل البنت الصغيرة جارتهم وبتسألها على داجونج، لكن بتطلع مش عارفة مكانها. فبوينج بتقعد تعيط علشان بنتها، فالبنت جارتهم بتقول لها انها لازم تتخلص من السحر اللي في
القصر علشان تلاقي بنتها. فبوينج بترجع للقصر وبتقابل الجدة وانج وبتترجاها تقول لها مكان بنتها، لكن الجدة بتكون ناسياها وبتقول لها انت مين، وبتطلع تجري وتقفل الباب وراها. فبوينج بعدها بتولع التعويذة وبتطلع تدور عليها في البيت كله، وبتلاحظ آثار السحر على البيت وعلى النور اللي كان بإيده ويطفي، لغاية ما بتوصل لباب سري في الدولاب واللي كان بيودي البدروم اللي كان فيه أوضة السحر. وبوينج لما بتنزل بتلاقي داجونج جوه أوضة السحر، فبتحضنها وبتحس براحة كبيرة لأنها كانت كده في حتة بعيدة عن تأثير السحر. وفجأة البدروم كله بينزل مية، فبوينج بتاخد داجونج وبتطلع تجري لفوق بسرعة. ولما بتطلع بتلاقي سيشيا فاقت وبتقول لها انت لقيتي الأوضة اللي فيها الكنز، وبتنزل فيها بسرعة. وبوينج بتاخد بنتها وبتحاول تهرب بره القصر، فالجدة وانج بتروح وراها وبتقول لها ان في شيطان في البحيرة، وانها لو راحت في الاتجاه ده هيسحبهم للمية ويغرقهم. وسيشيا بتلاقي خاتم الألماظ وبتيجي علشان تطلع من البدروم، لكن فجأة حد بيشدها لأوضة السحر من تاني. والجدة وانج بتحاول تقنع بوينج، لكن بوينج ما بتسمعش كلامها وبتروح تركب عربية سيشيا وبتحاول تهرب بسرعة. وبسبب الضلمة بوينج كانت هتخبط في شجرة، وداجونج بتفتح الباب بتاع العربية وبتنزل جري. فبوينج بتروح تجري وراها لغاية ما بتوصل للبحيرة، وفجأة داجونج بتقزح في المية، فبوينج بتنزل وراها جري علشان تجيبها. وبتحاول تطلع لكن شيطان البحيرة بيمسك فيها جوه المية ومش بتعرف تطلع منها، وبوينج خلاص كانت هتغرق، لكن الجدة وانج بتنزل تشد شيطان البحيرة وبتضحي بنفسها علشان بوينج تطلع من المية. وبوينج لما بتطلع من البحيرة بتلاقي بنتها وبتاخدها في حضنها وبيهربوا من القرية. وبعدها بشهر بوينج بتروح مكتب التحقيقات وبتعرف حقيقة السيدة وانج، وانها كان لها بنت صغيرة ماتت، ولما ماتت بقت هي شبح البحيرة. وبعدها بوينج بتسأل داجونج هي ليه استخبت في أوضة السحر، وان السيدة وانج هي اللي قالت لها كده ولا لا، لكن داجونج بتقول لها انها كانت خايفة منهم لا ياخدوها من امها، وانها ما كانتش عاوزة تبعد عنها. وبوينج بتقول لها ان ما عادش حد يقدر يبعدها عنها من النهاردة. وده كان فلاش باك للجدة وانج لما بنتها كانت عاوزة تلعب معاها الغميضة، لكن رجليها زلت ووقعت في البحيرة، ومن يوميها وهي بقت شيطان البحيرة. وبكده يكون فيلمنا النهاردة خلص. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة.